أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي. إحنا بنسمعها كتير العبارة دي يا دكتور، هو في إيه بالضبط؟ يا جماعة الناس اللي عدّوا 30 يوم بتاع رمضان وخربوا الدنيا والوزن زاد وما كسبوش حاجة من الشهر الكريم غير إن وزنهم زاد 5 كيلو. هم أي نعم زعلانين وكل حاجة، بس هم اللي عملوا كده. طيب عمومًا مش هنبكي على اللبن المسكوب، ممكن نعمل حاجة على طول يا دكتور؟ تعالَ بقى. أنت طالع من رمضان وحاسس بندم بصراحة، لإن أنا ما استغليتش الشهر. نعمل إيه؟ تعالَ يا حبيبي ابدأ، بس ابدأ جَد. رقم 1 وجباتك. المفترض إن إحنا هنبدأ بنظام فطار بقى، ما فيش صيام، فطار وغدا وعشا. لازم تعمل 3 وجبات، لازم تبقى مثبّت مواعيد ال3 وجبات، لازم تعرف إن لابد من شرب 2 لتر مَيّة يوميًا، لازم تستخدم بدائل الحاجات اللي أنت كنت متعوّد تغلط فيها. بمعنى يعني هنبدأ نحط بقى عيش خالي من الجلوتين، عيش ما فيهوش قمح. ابعد عن القمح هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. جيب أنواع الخبز البديلة، ودي مكترها في السوق. طيب بالنسبة للرز يا دكتور كربوهيدرات كتير برضه. طب ما أنا ممكن أجيب رز بسمتي أو رز بني. يبقى في بدائل ممكن نشتغل بيها. طيب ما نكتر الخضروات يا دكتور. طب يا حبيبي ما تقول لنفسك. طب والبروتين؟ لأ يا دكتور، مين قال يا حبيبي البروتين بيعمل شبع ومش بيعلّي مستوى السكر في الدم بشكل سريع؟ فأنت هتقدر تضبّط الاستراتيجية اللي هتاكل بيها بعدين، بس انوي إن أنت تحاول تعوّض الخسارة اللي أنت خسرتها في رمضان. بمعنى إن عدّى 30 يوم وسيادتك ما كسبتش حاجة. طيب يا دكتور ممكن نستعين بحاجات تانية يا دكتور. يا حبيبي أنت كنت صايم، ما تدخل على طول في صيام متقطع. بمعنى 16 و8، ما أنت عارف والناس كلها عارفة ال16 و8 بيعمل حرق رهيب، وبنقدر نضبّط الأكل على مستوى الوجبات في 8 ساعات ونصوم 16 ساعة. وأنت عارف كويس إن شرب سوائل كتير وتظبيط الحلويات اللي إحنا هنمنعها، دي هنستخدم لها بدائل كتيرة أوي. إحنا كنا قلناها في حلقات سابقة، ده هيفرق معاك كتير. يعني نقدر لو حضرتك عندك الإرادة وناوي. يعني ما حصلش حاجة يا دكتور مش نهاية المطاف. لأ يا حبيبي هتقدر. وباقولها لك تاني، أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية. حلو ده.